السلام عليكم يا حاج محمد. ايه الاخبار يا باشا؟ عندنا الشقه اهي، دخلتها زي ما قلنا اهي، ده باب الشقه معانا اهو. لو جينا دخلنا هنا هوريك التعديله اللي احنا عملناها الاول. احنا جينا هنا في الجزء ده يا حاج. احنا كان عندنا هنا من اول العمود ده، يعني الجزء ده داخل في المطبخ اهو، يعني ده باب المطبخ جاي من الجزء ده. احنا خدنا من اول العمود كده وخرجنا بره شويه اهو، يعني خدنا الجزء بتاع المطبخ وخدنا بعد منه حتة وخرجنا كده في حدود اخر المطبخ. فاهم قصدي؟ اهو بقى بالشكل ده. وهنا التعديل زي ما هو، مفيش فيه اي حاجة، ولكن هنا صغرنا الباب ده شوية. يعني الباب ده صغرناه شوية اهو، خدنا منه جزء كده، هوريك خدنا منه جزء ليه. اهو بالشكل ده، عشان لو جينا دخلنا هنا هلاقي نفسي عملت هنا شاشة التلفزيون، فحبيت ان انا اعمل ايه جنب كامل يعني بالشكل ده. ولو جينا هنا هنلاقي اهو بالشكل ده كده، هلاقي ان انا حطيت الركنة بتاعتي وجنبها اتنين كرسي بالشكل ده كده اهو. تمام. وعملنا هنا بقى توسعة في المطبخ، يعني الجزء اللي خدناه من المطبخ الناحية التانية ده من الصالة اهو بالشكل ده. عملنا هنا بقى توسعة في المطبخ، بقى عندي الشكل ده، بقى عندي تلاجة، بقى عندي البوتاجاز هنا اهو بالشكل ده، بقى عندي حوض، بقى عندي برضه بار بالشكل ده يفصل المطبخ عن الجزء بتاع الليفينج او جزء المعيشة. وفي نفس الوقت حطينا السفرة هنا في الحتة دي، بحيث ان هي ما تكونش مواجهة لباب الشقة، يعني اللي داخل الشقة مش شايف السفرة على طول، هيبقى شايف الشكل ده معانا كده. بص باب الشقة عملنا فيه تعديلة بسيطة. رحلنا الباب بما ان الطرقة دي متر وخمسين سنتي اهي بالشكل ده، فرحلنا الباب هنا لاخر الحيطة، وهنخليه يفتح العكس، يعني هنخليه يفتح كده بحيث ان احنا نقدر نستغل الجزء اللي هناك ده ممكن نعمله جزامة او اي حاجة يعني اهو بالشكل ده كده. دي تعديلة عند باب الشقة. لو جينا هنا دخلنا مفيش اي تعديلات معمارية، ولكن هوريك طريقة الفرش. هي دي غرفة الأطفال أو غرفة الشباب يعني أهي. اتنين سرير 120 سنتي ومعاهم تسريحة أهو بالشكل ده، ومعاهم برضو رف كده أو مكتب صغير ممكن نحط عليه كمبيوتر أو لابتوب لو هما بيستخدموا كمبيوتر أو لاب أو بيذاكروا يعني. لو جينا هنا دخلنا الحمام هلاقي عندي الشكل ده أهو. هلاقي عندي الكابن شاور هنا حطيتها بالشكل ده كده اهو، وهلاقي عندي القعدة هنا في مكانها اللي موجود والحوض، ولكن هنا ضفنا الغسالة، يعني جينا في الجزء ده ضفنا الغسالة بالشكل ده. ولو جينا دخلنا غرفة النوم، عندي الشكل ده في غرفة النوم. احنا عندنا شطرة هنا في الحتة دي، يعني في حتة هنا معوجة في الجزء ده كده. هتخلي الدولاب عندنا مساحته 2 متر ونص بس، يعني مش هيبقى اكتر من كده. يعني ده دولاب 2 متر ونص، معاه سرير 160 سنتي، وجنبهم اتنين كومود، الكومود 60 او 55 سنتي على ما اعتقد. وعندي هنا التسريحة 140 سنتي بالشكل ده اهو. دي طريقة الفرش بتاعت الشقة بتاعتنا اهو. شوف حضرتك ايه رأيك، ولو عندك اي تعديلات تخص التعديلات المعمارية اللي في الجزء ده او تخص طريقة الفرش بتاعتنا قول لي وانا تحت امرك، مفيش اي مشكلة. بالتوفيق ان شاء الله يا حاج.